ده اخطر فيديو في تاريخ الرياضة المصرية. اسمع كده. أهلا بكم. أعلن طاهر أبو زيد وزير الرياضة عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتعيين مجلس مؤقت يقود القلعة الحمراء حتى موعد إجراء الجمعية العمومية للنادي واختيار مجلس إدارة جديد. كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل وطاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات. ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسيني ودكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ودكتور مهند مجدي ودكتور إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد. الكلام ده في 2014 والدنيا كويسة، وإقالة مجلس إدارة النادي الأهلي من الوزير اللي هو طاهر أبو زيد اللي هو الأهلاوي أصلا. كمل. الخاص وعاجل الدكتور حازم البداوي رئيس الحكومة المصرية صرح للحياة اليوم دلوقتي بأنه أوقف قرار وزير الرياضة كابتن طاهر أبو زيد اللي هو وقف حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي. يبقى احنا طبعا حضراتكم فاكرين انه إذن إيه، هرجع تاني، إيه مشهد تدخل الدولة اللي كان موجود في عهد الوزير السابق طاهر أبو زيد واللي أثار الفيفا وخلاها تبعت ده بجد اللي هو الأهلاوي أصلا طلع قرار بإقالة مجلس إدارة الأهلي، الوزير اللي اتشال. الدولة شالت الوزير عشان خد قرار بس ضد الأهلي. متخيل؟ الدولة خدت قرار وشالت وزير عشان خد قرار ضد الأهلي. انت متخيل احنا عايشين في ايه؟ بجد انت متخيل احنا عايشين في ايه؟ كمل. جوابين بالتهديد بايقاف النشاط الكروي واللي اثار اللجنه الاولمبيه وقال لهم وقال لمصر احنا انتوا كده دوله بتتدخل في الرياضه. هو الاساس ان احنا بنتكلم على ديمقراطيه الرياضه، ديمقراطيه الرياضه اللي هو عدم تدخل الحكومه في شغل الرياضه. بعد ما اتفقوا على خارطه الطريق هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، رجعوا على طول حالين مجلس اداره 4 أندية، كان منهم 5 أندية منهم الأهلي طبعا ما اتحلش. الزمالك والترام والترسانة والشمس والأهلي طبعا ما اتحلش لأن حصل تدخل من السيد رئيس الوزراء. الأهلي طبعا ما اتحلش لأن حصل تدخل من السيد رئيس الوزراء. الأهلي طبعا ما اتحلش لأن حصل تدخل من السيد رئيس الوزراء. عشان اجيب من الاخر قوي، عشان اريح الناس برضو اللي عماله تقول نادي الدوله ونادي، هو نادي الدوله لما يكون نادي الشعب وله الأغلبية، الدولة جزء من الشعب والشعب جزء من الدولة. دولة الشعب وشعب الدولة، هو ده المجتمع الصحي السليم. أن تكون الدولة جزء من الشعب وفي خدمته، وأن يكون الشعب مقتنع وملتحم بدولته. صحيح. فالنادي الأهلي هو نادي الدولة ونادي الشعب ونادي أمس ونادي اليوم ونادي غدا. قولوا اللي انتوا عايزينه، وضيعوا وقتكم في الكلام والرغي، واحنا ما عندناش وقت نضيعه لان عندنا شغل كتير قوي. مجموعه كده بتتلم دايما علشان لو القرارات ما جاتش على بالهم بيبتدوا ما اعرفش حد فيهم يخاطبوا اللجنه الاولمبيه ويخاطبوا الفيفا ويخاطبوا الجهات الخارجيه كمزيدا من الضغط. ارجاء قرار وزير الرياضه بحل مجلس اداره النادي الاهلي لحين الدراسه والرد بعد اسبوع. ده اللي نزل رسميا على شاشة التلفزيونات كلها. مر اسبوع ومر 2 ومرت سنين واحنا قاعدين مع بعض ولم يرد احد. هل القرار اتلغى ولا لا؟ هل القرار صائب ولا خطأ ولا لا؟ هل الورق اللي بعته طاهر ابو زيد في شك؟ لا. وبالتالي انت هنا كوزير اديت دورك ان انت خدت القرار اللي لا يستطيع رئيس الوزراء انه يلغيه كمان. بس ما يقدرش يلغيه ليه؟ لانه قرار مشروع بمستندات رسميه، فمش هتيجي الدوله تكذب نفسها. ولا الكلام ده مش مظبوط. هناك فرق بين الالغاء والارجاء. القرار لم يلغى. ترجع كده للتاريخ هتلاقي ارجاء. ما كانش ممكن حضرتك تتأنى فيه وتراجع رئيس الوزراء؟ طبعا رئيس الوزراء طلب منك مرتين، يعني طلب مني خلال ساعات قليله ما بين اتخاذ القرار وما بين ارجائه، يعني مكالمتين في الحقيقه، كانوا مكالمتين طوال جدا، وهو رجل محترم وكان بيميل دايما الى التهدئه، فهو حاول يثنيني عن قرار